السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ بصوا يا جماعة، أنا هقول لكم على موقف حصل لي ويمكن كتير منكم مر بيه. كنت في اجتماع مع إدارة الأي تي في شركة ما، والصراحة أنا كنت تايه جدا. فكل شوية بقى أسمع اصطلاحات زي automation, integration, migration, API, credential، وحسيت إنهم بيتكلموا لغة من كوكب تاني خالص. فقلت لنفسي هو أنا ك HR لازم أفهم الكلام ده؟ مش المفروض دي شغلانة الأي تي؟ بس لما بدأت أقرأ وأفهم اكتشفت إن العالم بيتغير بسرعة رهيبة. فشركات عالمية زي مودرنا بدأت تدمج إدارة ال HR بإدارة ال IT في نظام واحد، وشركات زي يونيليفر وأمازون بيعملوا نفس الفكرة بطريقتهم الخاصة. هو كل ده ليه؟ لأن كل حاجة دلوقتي ماشية بالداتا والأوتوميشن. النهارده موظف ال HR مش بس بيدخّل بيانات، ده لازم يبقى فاهم إزاي السيستم اللي حواليه شغال، وإزاي إن هو يربطه مع أنظمة تانية. فإزاي يستخدم أدوات زي NNN مثلًا ممكن توفّر عليه ساعات من الشغل كل يوم. ومن هنا كانت البداية، بدأت أتعلم وأجرّب بنفسي. وهنا هنتكلم خطوة بخطوة إزاي تربط الأنظمة ببعض من غير ما تكون خبير تقني. فالنهارده هنبدأ بقى من الأساس، إزاي تربط بقى الدومين بالlocal host وتخلّيه يشتغل مع الMSM علشان تبدأ تربطه بعد كده بتليجرام أو واتساب وتعمل automation حقيقية. فتخيل كده إن جهازك ده بيتك والlocal host هو أوضتك اللي جوه البيت، أنت بس شايفها، لكن في حد برّه البيت يعرف يوصل لها؟ يعني هو ده العنوان. بالضبط، فالdomain هو العنوان بتاع البيت، اللي أي حد يقدر يوصل لك عليه. زي لمّا تكتب مصطلح زي مثلًا google.com facebook.com، ده العنوان اللي بيخلّي العالم يعرف يوصل لك. ولمّا الNNN بيستقبل بيانات من خدمة تانية، فبيستخدم حاجة اسمها webhook، ودي محتاجة عنوان خارجي أو domain علشان البيانات تعرف توصل له. لكن الlocal host ما ينفعش في الحالة دي، لإنه مقفول جوّه جهازك. وهنا بقى بيجي البطل بتاع حلقتنا النهارده، انجرك. فهدي لك مثل وتفهم. تخيل كده انت قاعد في اوضتك وطلبت اوردر من طلبات او المنيوز، علشان الاوردر يوصل لك لازم يعرف العنوان اللي انت ساكن فيه، صح؟ انجروك بيعمل نفس الفكره بالظبط، هو اللي بيدي جهازك عنوان مؤقت بيخلي الخدمات التانية تعرف توصل لك. يعني ببساطة الانجروك بيخلي اللوكال هوست بتاعك قابل ان انت يوصل للانترنت الخارجي علشان تقدر تختبر الاوتوميشن بتاعك في وقت حقيقي بقى. وده مثالي جدًا في مرحلة التجربة قبل ما تشتري دومين حقيقي وتبدأ تطبّق فعليًا. فخلّيك معايا في الحلقة دي للنهاية، لإن بعد شوية أنت هتوصل فعليًا الNNN مع تليجرام أو ممكن كمان واتساب، وهتشوف بنفسك إزاي تعمل automation حقيقي في شغلك، وحتى لو عمرك ما اشتغلت IT قبل كده. هنبدأ أول خطوة إن إحنا هنخش على LinkedIn ونخش مثلًا على تليجرام الtrigger بتاعنا ونحطه on message، ولو عملنا execute هتلاقي إن في bad request. ليه؟ علشان الwebhook الHTTP URL must be provided for webhook. فده اللي أنا باتكلم عليه اللي هو الdomain. فأنت ملاحظ هتلاقي webhook URL إن هو محطوط على الlocal host، فإحنا لازم نعمل domain علشان يقرا التليجرام. هي دي بقى فكرة الدومين، إن إحنا عايزين نخلّي التليجرام يقرا الجهاز بتاعنا ويربطه مع الMSN. فلو إحنا رجعنا للدوكر ده أنت هتلاقي أصلًا على الكونتينر نفسه، لو دخلنا على الكونتينر هتلاقي أصلًا الport والURL هو الlocal host. فأنت كده استحالة إن هو يتقرا. تمام، طيب هنخش على إيه بقى؟ نخش على ngrok اللي أنا كلمتكم عليه. هنعمل على ngrok sign up، هنخش عليه عادي جدًا. دخلنا وعملنا الsign up الsteps العادية بتاعتها. أنت هتلاقي البار اللي على الشمال أنت مش هتستخدم غير 3 حاجات. فأنت أول حاجة هاوريك الdomain. هو الdomain هنا ده الdomain الfree اللي بيديه لك، هو just one domain free بيديه لك ngrok. تمام؟ طيب أسطبه إزاي؟ هنا بقى في البار بتاعة الsetup والinstallation مدّي لك الdocker setup. فأنا هاخش على الdocker setup وأنزل وأعمل install extension واشغّلها على docker. فdocker على طول هيربط لي بالngrok وهنعمل له install. اتعمل الinstall تمام. بُص بقى، ركّز معايا خطوة، خطوة في الخطوات اللي أنا هاعملها. فإحنا أول حاجة هنشيل الcontainer، فإحنا هندلّته، بس هنسيب الimage زي ما هي. تمام؟
الimage ده اللي إحنا اتسطبنا فيه الNetN. فاكر في أول حلقة لمّا إحنا عملنا له run والحاجة، فالimage خلّيه ثابت علشان ما تضيّعش الdata لو أنت عملت قبل كده work flow على NetN فما يضيعش منّك. خلّصت دلّتناه، هتخش بقى على الC. أول file اللي أنا هادّيه لك ده، خُد الfile ده باسمه زي ما هو، أنا هاحطه لك تحت في الشرح في الdescription. هتحطه على الC على الuser، يعني مثلًا إن أنا اسمي أحمد سامي، فهتلاقي في الC في الuser أنا عامل الuser بتاعي أحمد سامي، فأخش على الuser أحمد سامي وأحط الfile ده copy paste زي ما هو as it is. تمام؟ زي ما موضّح كده إن الfile أنت بس هتخش وهتعمل open by note، إن أنت هتكون open with note، وهتخش العلامة الصفرا اللي هو مكان الURL ده هتكتب فيه الdomain name أو الURL name بتاع ngrok. خلاص إحنا كتبناه والدنيا تمام وخلاص عملته، أنا هاسيّف وأقفل، ما تعملش حاجة أكتر من كده لو سمحت. بعد كده هاخش على الterminal على الdocker وهاكتب الأمر ده docker space compose space up space dash d وأدوس enter. فخلاص بعد ما أدوس enter بقى أنا خلاص المفروض إن هو الأمر ده بيتسطب. فأنا لو دخلت على الcontainer وعملت لها double click على الname هتلاقي إن هو مشغّل لي إن هو editor is now accessible ومدّي لي الURL زي ما السهم أنا كده موضّحه لك. فأنا كده ما بقاش local host، بقى فيها اسم الdomain اللي أقدر أخُش عليه. طب ما تيجي كده ناخده copy paste كده ونشوفه ونجرّبه كده على البراوزر. طيب أنا أخدتها كده وأعمل براوزر وأعمل run. طيب حلو أوي. جالي error اللي هو error ingrok 3200 ومش عارف إيه، حطيت لي حاجة اسمها endpoint. الend point دوّة ببساطة كده إن هو الdomain موجود، بس ngrok هو ما ادّاش الإشارة بالعنوان إن هو دوّة صح، يعني ما ادّاش الlicense اللي هي ده أقدر أخُش عليه أو الwebsite دوّة أخُش عليه. طيب ففي steps هنعملها في ngrok تانية إن إحنا علشان نقدر نشغّلها وهنربطه بdocker. فإزاي؟ فأنا هارجع لngrok على docker وافتحه، هتلاقيني إن هو في أول مرّة علشان إن هو عايز يسطّبه عايز الO token أو الAPI key. طيب أنا هارجع بقى تاني لصفحة ngrok على البراوزر اللي أنا سطّبت منها الdocker. تمام، وأخُش على البار الشمال اللي هي تاني حاجة اللي أنا هاشتغل عليها يرقص token، هتلاقي الكود محطوط لك، هتعمل copy وتعمله paste في الناحية التانية وsave. كده تمام، أنا شغّلت ngrok كده على docker. فاضل خطوة أخيرة إن أنا بادوس plus إن هو حاطط لي الcontainer بتاع الNetN اللي أنا مشغّله، فأنا هادوس plus وأول step أخلّيها public والURL هاخده من الdomain. تمام، وآخده copy paste وأدوس next step. بعد كده escape وكده ال الURL كده عندي اشتغل. طيب لو أنا بقى عملت الخطوة دي تاني وشغّلتها عندي على البراوزر، هالاقي الNetN فتح معايا، حلو جدًا، وكمان الdata القديمة اللي موجودة عندي ما اتشالتش، فأنا كده مِيّة، مِيّة، ما فيش أي حاجة. طيب لو هافتح بقى workflow جديد وجرّبت trigger Telegram وعملته on message مثلًا، فهافتح كده الwebhook URL علشان أتأكد كده، هالاقي الdomain موجود، حلو جدًا. أنا كده ربطته بأي حاجة خارجي التليجرام بقى أو واتساب، الحاجات اللي فيها connection أو فيها مراسلات online دي بتحتاج الdomain، فأنا كده ربطتها، فأنا كده الحمد لله عملت الخطوة إيه، الأصعب. طيب خلّينا كده نجرّب إن إحنا نشغّل التليجرام. هاعمل execute step وهو كده التليجرام مدّي لي إشارة إن هو لازم يكون في رسالة الأول علشان يقدر يشتغل. فأنا هارجع للتليجرام ومثلًا هاكتب hi. تمام، أنا كتبت hi بعد كده الnode executed successfully، حلو جدًا، وجات لي الoutput إن هو hi. فإحنا كده الحمد لله عملنا الdomain وربطناه بالتليجرام، أو ممكن كمان هيتربط بالواتساب أو بأي application تاني وهو شغال local host زي ما هو، ما فيهوش أي مشكلة. ولو وصلت لحد هنا فده معناه إنك فعلًا عايز تطوّر من نفسك، فادعمني بلايك واشترك في القناة بقى علشان توصل لك كل الحلقات اللي جاية أول ما تنزل إن شاء الله. واكتب لي في الcomment تحب الحلقة الجاية تبدأ بربط إيه، أو إن أنت عايز تعمل automation solution بإيه. رأيك يهمك جدًا وممكن تكون فكرتك في الحلقات اللي جاية. وأشوفكم على خير ويا رب تكونوا اتعلمتوا حاجة مفيدة ليكم. سلام.